يا أهلا يا أهلا يا أهلا. عندنا 7 أفلام النهاردة، مش مشهورة ولكنها حلوة جدا. أول فيلم معانا اسمه Last Night. بيحكي الفيلم عن 2 بيحبوا بعض، بيتعرض كل واحد فيهم لموقف يختبر مدى قوة العلاقة دي. لو انت بتحب الأفلام الموزونة ما بين الدراما والرومانسي فالفيلم ده عشانك، وكمان فيه ردود ذكية، فاستعد بقى. تاني فيلم معانا اسمه Before We Go. الفيلم بيتكلم عن 2 ما يعرفوش بعض اتقابلوا. هو فكر ان هي وقعت في طريقه عشان يساعدها، لكن ما كانش يعرف ان هي اتحطت في طريقه عشان هي كمان هتساعده. الفيلم انساني اكتر، الحوار بتاعه ذكي، ده غير انه توليفة ما بين الكوميديا والدراما والرومانسي. تالت فيلم معانا هو The Greatest Showman. الفيلم بيحكي عن راجل بسيط، طموح، ذكي، فهلاوي في الكلام، عنده أحلام كبيرة عايز يحققها. فهل يا ترى هيتغلب على التحديات اللي هتواجهه ولا لأ؟ ويا ترى خلال الرحلة دي هو نفسه هيتغير للأحسن ولا لأ؟ الميزة بتاعت الفيلم إن أغانيه حلوة وهيحطك في حالة نفسية رايقة. رابع فيلم معانا اسمه ميسيس لون. الفيلم بيحكي عن منافسة شرسة بين حملة سياسية والتانية في قضية مهمة، يا ترى مين فيهم هيكسبها؟ الفيلم ده فيه كمية قصف جبهات لا تعد. ست متبرمجة على النجاح، ما عندهاش حاجة اسمها أنا فشلت أو مستحيل، فازاي قدرت تقود حملة سياسية ضد أكبر ناس في الدولة؟ جيسيكا تشاستين هي البطلة في الفيلم ده، وحقيقي عاملة دور رهيب. أنا مش عارفة ازاي ما خدتش عليه الأوسكار. شخصيا مش بميل للأفلام السياسية ولا التاريخية إلا لو معمولة بشكل معين، فعشان كده ده أول فيلم سياسي أقول إن أنا حبيته. خامس فيلم معانا وهو Reminiscence. الفيلم بيتكلم عن الماضي. بطل عنده آلة شبيهة بآلة الزمن بترجع للماضي، بس الشخص بيجي يدفع فلوس عشان يسترجع موقف أو ذكرى معينة يعيشها من تاني، وبعدين بيرجع لحياته العادية. فهل يا ترى الماضي مهم؟ هل يا ترى لو عندنا الآلة دي هنستخدمها؟ ولو عندنا اختيار إن احنا نفضل في الماضي هنعمل كده ولا لأ؟